الموت تحت القصف او النزوح لسيناء ده باختصار مخطط اسرائيلي قديم رجع للحياه تاني. لو انت فاكر ان المجازر الانسانيه اللي بترتكبها اسرائيل دلوقتي في حق الاسر والعائلات الفلسطينيه الموجوده في غزه ولدت الصدفه وانها مجرد رد فعل على عمليه طوفان الاقصى، فانت غلطان. واحب اقول لك ان خطه الهجوم اللي بالشكل ده جاهزه من زمان، بس كانت بقى في انتظار الوقت المناسب للتنفيذ. القصه دي بدات من سنه 93 لما توقعت اتفاقيه اوسلو، واللي فيها تم الاعتراف بالحكم الذاتي للفلسطينيين على قطاع غزه. من وقتها سيطرت اسرائيل على باقي فلسطين، لكن خطتها للسيطره على كل فلسطين كانت لسه موجوده، وغزه كانت الشوكه اللي في ظهر دوله الاحتلال. اسرائيل حطت خطط كتير علشان تهجر الفلسطينيين من ارضهم، ومحاوله اجبارهم على الهروب بالقصف بالقوه الغاشمه من فتره للتانيه، علشان تحسسهم ان الارض دي مش امان لا ليهم ولا لاولادهم. تصريحات شاذه من الاسرائيليين كانت بتصدر على مر السنين بتفضح نواياهم في طرد الفلسطينيين من ارضهم، زي مثلا في 2004 لما وزير الاسكان في حكومه ارييل شارون اقترح على مصر انها تأجر جزء من سيناء للفلسطينيين تكون دوله متصله جغرافيا بغزه. في 2010 كان في محاوله ثانيه من رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو اللي طلب من الرئيس حسني مبارك وقتها توطين الفلسطينيين في جزء من اراضي سيناء ضمن اتفاقيه للسلام، وبرضه طلبه اترفض. وفي 2017 اقترح عضو من الكنيسة ان سيناء تبقى دوله فلسطينيه كوطن بديل، ومصر برضه رفضت الاقتراح ده. كل ده يوصلنا للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي، ويخلينا نسال ازاي الهجوم الشرس وعمليات الدك لغزه جزء من خطه التهجير القسري دي. انا هقول اسرائيل بتهاجم غزه بقوه جباره وبترتكب عمليات اباده للمدنيين، اولا لان حياتهم مش فارقه مع دوله الاحتلال، وثانيا بقى علشان تاكد على هدفها اللي هو بقى لو خايفين على حياتكم هاجروا روحوا بقى سيناء او اي مكان تاني. ولو اتحقق بقى الهدف ده والمدنيين هاجروا، هتقدر اسرائيل تساوي غزه بالارض وتكون حققت هدفها بانها سيطرت على كل اراضي فلسطين. وهنا سؤال بقى بيبين قد ايه خطه اسرائيل خبيثه، وهو الفلسطينيين هيروحوا فين؟ هل هيتبخروا ولا الارض هتبلعهم مثلا، ولا هيروحوا اقرب مكان امان ليهم؟ بالظبط كده، الاجابه سيناء. حد يقول لي طب واحنا مالنا وليه نفتح باب سيناء ونشيل شيله مش بتاعتنا؟ هقول لك ان اسرائيل بتحاول دايما تستغل ان مصر شايله قضيه فلسطين على كتافها واكتر داعم ليها تاريخيا، علشان كده بتهاجم باقصى قوه سكان غزه وبتوجههم ناحيه سيناء، كانها بتقول لمصر كده هتاخد الفلسطينيين عندك ولا كمل اباده. والكلام ده بالمناسبه مش تخمين ولا سر، لان نتنياهو بنفسه قال لمواطني غزه اخرجوا دلوقتي لاننا هنضرب في كل مكان وبكل قوه. والكولونيل ريتشارد هيخت كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال كان اكتر دقه وقال معبر رفح مفتوح، وبنصح اي شخص يقدر يخرج انه يعمل كده. في تصريح نقلته وكاله رويترز، مصر موقفها واضح من الخطه الاسرائيليه واكدته في مناسبات كتيره زي ما قلت لك في اول الفيديو. لكن بعد التصريحات الاسرائيليه الاخيره، مصادر امنيه رفيعه المستوى قالت لقناه القاهره الاخباريه ان مخطط الاحتلال واضح وبيقوم على تصفيه الاراضي الفلسطينيه المحتله من اصحابها واجبارهم على تركها وتخيرهم بين الموت تحت القصف الاسرائيلي او النزوح خارج اراضيهم. المصادر الامنيه حذرت من ان مصر مش هتقبل ان حل القضيه الفلسطينيه هيكون على حسابها بتوطين اهالي غزه في سيناء، بجانب ان الشعب الفلسطيني بالاجماع متمسك بحقه وارضه. في الاخر عايز اقول لك ان مصر قدمت كتير للاشقاء في فلسطين وعمرها ما توقفت عن دعمهم ومش هتوقف دلوقتي، واكبر دليل على كده قافله المساعدات الانسانيه والاغاثيه اللي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بارسالها لفلسطين، وده بعد ساعات قليله من تحذير السلطات الاسرائيليه بقصف اي قوافل او مساعدات هتروح لغزه. لكن الفكره ان الحل بالطريقه اللي دوله الاحتلال رسمها مرفوض، واكيد مش هنساعدها تحقق اهدافها، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتمر بيها البلاد دلوقتي. سلام.